السلام عليكم. ازيكم يا حلوين وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ريحانة، طالبة تانية بكالوريا، مسار هندسة وعلوم حاسب. يلا ندخل في الموضوع على طول عشان مش عايزة اطول عليكم. انا في كليتي دي بتكلم عن 3 مراحل دراسية عموما، يعني اللي هما تالتة اعدادي، لاني في تالتة اعدادي بالتحديد حطيت بحاجات كتير جدا وبمشاكل وحوارات واخطاء كتير. فكنت في الفترة دي محتاجة لو كنت قبل ما اعمل الغلطات دي كان يبقى في حد يقولي ما تعمليش كذا، اوعي تقعي في كذا كده. فانا باذن الله بعد كل اللي حصل لي، بعد كل اللي عديت بيه، الحمد لله انا عديت بيه يعني وعدى وكده، هعرفكوا، هديكوا الخلاصة واقولكوا تعملوا ايه وما تعملوش ايه عشان تتجنبوا الغلطات اللي انا غلطتها. اولى ثانوي لاني لسه طالعة منها، فبرضه يعني جمعت حاجات برضه عنها وغلطت غلطات وصلحتها برضه. والغلطات دي لولاها كان زماني حاليا طبعا من اوائل المدرسة. بس اللي حصل بقى خير ان شاء الله، افيدكم باللي حصل ده، ان شاء الله افيدكم بالحاجات اللي انا مريت بيها وجربتها، يعني اديكم المفيد منها وابعدكم عن الدار. وتانية بكالوريا وتالتة ثانوية عامة هبقى معاكم في السنتين دول بإذن الله خطوة بخطوة. الحاجة هجربها على نفسي الأول، طريقة جديدة مذاكرة جديدة كده هجربها على نفسي الأول، وبعدين برضه اديكوا الخلاصة المفيد فيها. وبرضه الغلطات هنحاول اتداركها أثناء السنة ومعملهاش واقولكوا برضه متعملوهاش، وانا هديها ازاي ونبدل الحاجة الغلط بحاجة احسن منها ازاي. وبس كده، بس سلام عليكم. معلش يا جماعة على العفوية في الفيديو كده، انا يعني لسه اول فيديو كده يعني، فان شاء الله في المستقبل يبقى احسن.